يعد المنتخب المغربي أحد الممثلين التقليديين لكرة القدم الإفريقية والعربية في كأس العالم. منتخب أسود الأطلس شارك في 5 مناسبات سابقة، أبرزها كانت في نسخة المكسيك عام 86 من القرن الماضي. التفاصيل في التقرير التالي. قبل 52 عاما تعرف العالم على منتخب قادم من أقصى شمال غرب القارة الإفريقية، أسود الأطلس في المونديال لأول مرة. حطوا الرحال بمدينة ليون المكسيكية. عادت إفريقيا إذن إلى الساحة بعد غياب. زملاء إدريس باموس وضعتهم القرعة في مجموعة صعبة. تعادل المغرب مع بلغاريا وخسر من البيرو وألمانيا الغربية ونجمها جاب مولا بهدف ل2. خرج علان وزملاؤه من الدور الأول، لكن كأول منتخب يمثل القارة السمراء عبر نظام التصفيات وبهدف تاريخي لحمان جرير في مرمى ألمانيا. من المكسيك وإلى المكسيك انتظر أسود الأطلس 16 عاما من أجل العودة إلى المحفل العالمي. رجال الراحل المهدي فاريا لم ترحمهم القرعة مجددا. مجموعة أوروبية صرفة. المغرب حقق المفاجأة، تصدر المجموعة بتعادلين مع بولندا وإنجلترا وانتصار تاريخي على البرتغال بثنائية خيري وهدف كريمو، قبل أن يخرج على يد ألمانيا بهدف لوتا ماتيوس. مشاركة تاريخية حقق فيها المغاربة إنجازا غير مسبوق، هم أول العرب والأفارقة عبورا للدور الأول. مر 8 سنوات حين عاد المغرب إلى القارة الأمريكية. مونديال الولايات المتحدة والظهور الثالث لأسود الأطلس، حصيلته كانت الأسوأ بين المشاركات ال5. مجموعة واجه فيها زملاء أحمد البهجة الجارين هولندا وبلجيكا، إضافة إلى المملكة العربية السعودية. 3 هزائم، 5 أهداف في شباك خليل عزمي مقابل هدفين للشاوش وناظر، وخروج من الباب الصغير. ومن بوابة فرنسا دخل المغاربة كأس العالم من جديد. نسخة 98 كانت متباينة العروض. تعادل منتخب المغرب مع النرويج في مباراة سجل فيها مصطفى حجي وعبد الجليل هدى الملقب بكاماتشو، ثم سقط على يد البرازيل ونجميها رونالدو وريفالدو بثلاثية، قبل أن يهزم زملاء صلاح الدين بصير اسكتلندا بثلاثية للذكرى. وقف المغرب على اعتاب الدور الثاني، لكن هدف النرويجي المتأخرا في مرمى البرازيل أنهى مقام الراحل أنغي ميشيل ورجاله مبكرا. طال غياب المغاربة عن المحفل العالمي 20 عاما من الانتظار قبل أن يعودوا. روسيا كانت المحطة الخامسة. جيل المهدي بن عطية كان ينتظر منه الكثير، لكن سيناريو المجموعة كان محبطا لأسود الأطلس. خسارة قاسية من إيران بهدف عكسي متأخر، وسقوط بهدف كريستيانو على يد البرتغال في مباراة افتقد فيها الأسود إلى النجاعة، ثم عرض مقنع أمام إسبانيا، وتعادل كان تلميعا لظهور محتشم خيب آمال الجماهير المغربية، والتي لا زالت تنتظر إنجازا آخر قد يتحقق